أكيد يعني مدرب خبير في مجال كرة القدم يعني وأخبر مني، وفعلا يعني في المباراتين السابقة، المباراة الأولى يمكن ما توفقنا، الكابتن أسامة انطرد، ويعني مجريات المباراة تغيرت أثناء طرد أسامة. في المباراة الثانية تقدمنا وسوينا أخطاء سهلة يعني المفروض ما كنا نرتكبها، طبعا نتحملها كلنا كمجموعة، لأن بياض الله وجيههم الشباب ياما شالونا في يعني في مباريات كثيرة، فالخطأ خطأ الجميع. اكيد مو فريق سهل، يعني دام انه وصل ابطال اسيا ومن الفرق الموجوده في كاس اسيا، اكيد انه مو فريق سهل، واحنا راح نحترمه وراح نكون ايضا يعني واثقين من انفسنا ونلعب ان شاء الله باذن الله على 3 نقاط، وهكذا تاتي ال3 نقاط. زي ما قال المدرب، انا اعتقد انها مباراه مفترق طرق. زي ما انت شايف يعني خسرنا 4 نقاط في بدايه المشوار، كانت يعني مهمه لنا كلاعبين يعني اداره نادي الهلال كجهاز فني واداري. زي ما قلت لك يعني مباراة الشباب الاماراتي يعني فريق متطور صراحة، تطور يعني لافت السنة ذي، مقدم مستويات يعني جميلة. وباذن الله ان شاء الله احنا عازمين على ان شاء الله نكسب ال3 نقاط. يعني حتى صراحة ما احنا رايحين يعني نبحث عن التعادل، راح نبحث عن الفوز، ولكن نرجع ان شاء الله منافسة من جديد. والمدرب ما كذب بكلامه انه يعني فريق متجانس يعني من فترة. زي ما قلت لك ان شاء الله يعني نتلافى الاخطاء اللي صارت لنا في المباريات السابقة، باذن الله نظهر بالمظهر المامون.